السلام عليكم. دعا حزب التقدم والاشتراكية المحسوب على المعارضة البرلمانية حكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة التدخل المباشر لضبط أسعار المحروقات. وفي اجتماع مكتبه السياسي الأخير أشار حزب الكتاب إلى ما وصفه الغلاء المطرد لكلفة المعيشة والارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات. واستحضرت قيادة الحزب المذكور التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وعلى أوضاع المقاولات الوطنية. وطالب المجتمعون حكومة أخنوش باستعمال صلاحيتها وإمكانيتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات من خلال تطوير أداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية أو بتوظيف أي وسيلة أخرى ممكنة. ومن جهة أخرى وصف حزب علي يعتى حصيلة الحكومة وأغلبيتها بالضعيفة خلال الدورة الخريفية للبرلمان.